السلام عليكم اخوتي وتحياتي لكم. المهم درنا ليسانس هنايا ومن بعد شدينا الطريق من فاس الى سبت السماره انا وخويا محمد. المهم دابا رحنا شادين الطريق، هذه طريق سيدي حرام. بالنسبه للصوره رحنا غاديين بلات خلاص، هذه القهوه ديال الكاسكاد وهذه البلعمه الورود الحمراء اللي كنت كتصور فيها، وهذا الايبيل اللي كاين في الطريق ديال سيدي حرازم في الرومبوان. حتى واحد المتابع شافني يعني غادي في الطريق قدم لي التحيه. المهم الرحله مازال مستمره، السرعه مازال منخفضه. دابا حنا طالعين في الطريق ديال قنصارة، كنحاولوا نقلوا معكم الأجواء. هذا واحد الحميرة هنايا كيقصي، وهاد العين هادي ديال عين قنصارة. المهم أخوت العين هادي ديال قنصارة، حنا جينا شربنا مويها وغادي نكملوا الطريق إن شاء الله. المهم أخوتي تكملوا معنا الرحلة إن شاء الله إلى تيت. وهذا فيلاج قنصارة اللي هو معروف، يعني الناس ديالو طيبين بزاف. وهذه هي الأجواء تبارك الله ديال الطريق ديال تيس، يعني الحمص تبارك الله خضر. وهنايا الناس راه بدات تحصد الزرع. وهذه هنا باحة الاستراحة ديال وادي اللبن، يعني القنطرة ديال إيناون. وهذه هي القنطرة ديال إيناون بالضبط. وأهم حاجة هو الإنسان يمشي بشوية وبسرعة منخفضة. وهذه هي الأجواء ديال واد إيناون، صراحة واحد الأجواء ناضية بعد قربت تغرب الشمس، عطات واحد الجو زوين. يعني أخوتي راه حنا مازال مستمرين في هاد الرحلة الزوينة، وكنحاولوا نشاركوا معكم الأجواء الزوينة، نحاولوا نشاركوا معكم يعني كل منطقة. ودابا يعني حنا شادين الطريق الطويلة، يعني حنا قربنا لوادي اللبن. هانتوما خوتي شوفوا الأجواء تبارك الله، يعني الصيف وصل، واحد الأجواء اللي افتقدناها شحال هادي. وأهم حاجة هي السرعة، بلاتي الإنسان يمشي بشوية. كيبان ناضي غيمان ها، داكشي كيبان ناضي ناضي. والله ما كيبان لا. صراحة واحد الأجواء اللي هي زوينة بزاف. هذا واحد الفلاح كيرعى الأبقار ديالو مع جنب الدار ديالو، يعني راه واحد الجو اللي هي زوينة. دابا عطينا الأخ محمد يسوق بينا شوية باش نتمتعوا شوية هنايا بالطبيعة. يعني هنا يعطينا الأخ محمد يسوق بينا شوية، تا هو تبارك الله راه كيسوق مزيان وكيمشي بلاتي. هانتوما خوتي يعني راه الأجواء تبارك الله زوينة. وهذا عاوتاني واحد راه الأغنام كيرعى الأغنام ديالو مع جنب الطريق. المهم دابا حنا وصلنا لوادي اللبن بالضبط، يعني في الطريق ديال قشاشة، هذه الطريق ديال قشاشة. وهنايا راه حنا بدلنا الاتجاه نحو سبت السمارة، يعني تا سبت السمارة راه فيه الفلاحة تبارك الله على حقها وطريقها. الناس كترعى الأغنام ديالها، المويتيرة تا هي راه كيزرعوا بها الأغنام. المهم هادي هي الطريق ديال سبت السمارة، الطريق راه مصلوحة مزيان، واحد الأجواء اللي هي زوينة، الطبيعة. المهم كتمشي فواحد الارتياحية كبيرة، كتلقى الناس سارحة الغليمات ديالها، كتشوف بعويناتك الزرع يعني وجد، كتشوف الحماص، كتشوف الطبيعة. المهم داكشي زوين صراحة خوت. كنتمناو نكونوا متعناكم شوية في هاد الجولة معانا، يعني واخا جولة بسيطة. هنا راه نقدم لكم التهنئة خوتي كاملين، تبارك الله الناس حصاد الزرع. يعني شوف تبارك الله الزرع يعني تحصد وجد، والطريق زوينة المهم راه هاد الأجواء يا سلام. صراحة اللي ما عمرو مشى للسما ينصح يمشي للسما، حيت راه كاين فيها ما يتشاف وكاين ما يدار. المهم اخوتي دابا حنا وصلنا للبلاصة اللي باغيين نوصلوا ليها، كنتمناو تكونوا فوجتوا معنا شي شوية، كنتمناو نكونوا نقمنا لكم داكشي زوين وجولة ممتعة. وتحياتي لكم اخوتي وتبارك الله عليكم. Free audio post production by alphonic.com.